نجا الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز من حادث مرور مساء أمس أثناء مرافقته موكب العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في طريقه من جدة إلى مكة المكرمة، حيث يقضي الملك عبد الله الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان. وكانت السيارة التي تقل الوليد بن طلال انقلبت 3 مرات وهو داخلها قبل أن تستقر ويتمكن من الخروج منها سالما. وبث التلفزيون السعودي صور وصول الملك عبد الله إلى قصر الصفا، وبدا بين الحضور الأمير الوليد بن طلال. نجا الأمير الوليد بن طلال من حادث سير مساء الجمعة أثناء مرافقته موكب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في طريقه من جدة إلى مكة المكرمة. نجا الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز من حادث سير بعدما تعرضت سيارته لحادث مروري أدى إلى انقلابها 3 مرات، وذلك في أثناء مرافقته موكب الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في طريقه من جدة إلى مكة. وأكدت مصادر مطلعة أن السيارة التي كانت تقل الوليد بن طلال انقلبت 3 مرات وهو في داخلها قبل أن تستقر وتصاب بأضرار كبيرة، ويتمكن الأمير من الخروج منها سالما من دون أن يصاب بأذى. وكشفت أن الأمير استأنف طريقه بعد الحادث وركب سيارة أخرى مرافقة للحاق بالموكب الملكي.